السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. والنهاردة هنعمل فيديو جديد في منتهى الجمال، الدونالدز بأسهل طريقة وبعجينة سحرية، عجينة المايونيز، سهلة وبسيطة. تعالوا نخش على المقادير عشان تعمليه لولادك وهيطلع معاكي ناجح من اول مرة. تعالوا نخش على مقاديرنا وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا. مقاديرنا سهلة يا بنات، عبارة عن كوبايتين ونص دقيق، ربع كوباية مية دافية، معلقتين كبار لبن بودرة، معلقتين كبار مايونيز، علبة زبادي، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة فورية، ورشة ملح. الدقيق اهو هنحط عليه بسم الله الرحمن الرحيم مكونات الجافة كلها. تمام، ونقلب كويس جدا اهو. تمام، حلو قوي كده. ومعايا الزبادي، العجينة دي تحفة حلوة جدا، وما تقلقيش المايونيز مش هيبان في الطعم خالص اهو. انا كنت عاملة فيديو بعجينة البيتزا بالمايونيز، حلوة جدا وكانت طرية وهشة. ما تقلقوش منها. واحط معلقتين المايونيز اهو، بتدي هشة للعجينة حلوة جدا عن تجربة يعني. تمام، وهنقلب كده، والمية بتبقى دافية مش سخنة. ويا ريت الخميرة تبقى نوعية كويسة انتي مجرباها، يا اما تعمليها بقى ايه اللي هي اختبار. انا مش بحب اعمل اختبار لان انا ايه بستخدم نوع كويس، فضمنه ايه اللي هي تخمر معايا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عندك عجان هيبقى زي الفل، ما عندكيش هتعجني بايدك وهتطلع برضو معاكي زي الفل اهو. العجينه دي ما بيتحطلهاش زيت يا بنات، بس لازم اي عجينه تقعدي تعجني فيها شويه عشان تديكي النتيجه اللي انتي طالباها. ممكن تحتاج دقيق تاني، ممكن ما تحتاجش اهو. هلمها واوريكم الشكل النهائي بتاعها واشغل الفرن عشان ادخلها في فرن دافي على ما تخمر. انتظروني لحد ما اعجنها كويس جدا اهو يا بنات. قعدت الم فيها لحد ما وصلت العجينه الجميله دي اهو. بصي تحفه. هنعمل ايه بقى؟ هنحطها في الطبق ده ونغطيها فوطه حلوه جدا نضيفه، او ممكن برول بلاستيك كمان. تمام، انا قعدت يعني ايه اعجن فيها قد 10 دقايق كده عشان تديني النتيجة اللي انا عايزاها اهو. بس العجينة ما بتبقاش ملزقة، العجينة ما بتبقاش ملزقة اهي، تحفة جدا اهو. نسيبها، بصي نسيبها لحد ما حجمها يتضاعف اهي، ونغطيها بفوطة نضيفة جدا اهو، وندخلها. انا مشغله الفرن 10 دقايق وطفيته. هدخلها الفرن لحد ما حجمها يتضاعف، واما تخمر هنطلعها ونعمل مع بعض احلى دونالدز بالشوكولاته. والشوكولاته يا بنات هسيحها زي ما عملتها معاكم قبل كده. هحطها في كيس وهنزل بيها بميه في ميه دافيه مش سخنه، واحط في الشوكولاته نفسها مع الكيس معلقه زيت عشان تديني لمعه كده كويسه وتسيح في منتهى السهوله. دي اكتر طريقه ناجحه معايا في تسييح الشوكولاته. هدخلها تخمر ونكمل الفيديو مع بعض اهي يا بنات. بعد ما العجينه خمرت وبقت زي الفل ما شاء الله، هنعمل ايه بقى؟
هنكور كده يعني قد الليمونه الصغيره كده اهو كده، ونحطها هنا. هعمل الكميه واوريكم الخطوه الجايه هنعمل ايه. اهو يا بنات بصوا عملت معايا الكميه دي، اغطيها عشان ما تنشفش. تمام، وهاخد منها واحده واحده. خلي دي بقى هنا كده عشان دي اللي هطلع عليها الدونالدز بعد ما احشي. دي الشوكولاته اهي سايحه زي ما قلت لكم، سيحتها في نفس الكيس، حطيت معلقه زيت في ميه دافيه وبقت معايا بصي اجمل شوكولاته. تمام، هنعمل ايه بقى؟ نسمي الله كده. الرخامه بتاعتنا نضيفه، نرشها رشه دقيق كده، ونجيب اول واحده عملناها بسم الله ونفردها كده، ونجيب واحده تانية ونفردها كده. تمام، انا عايزه اجيب الكوبايه بالحجم ده كده. عايزه تكبري مفيش مشكله، بس انا عايزه الحجم ده كويس جدا. بالنسبه للحشو انا هحشيها شوكولاته السايحه. هفتح كده حته صغيره برضو عشان ايه ما تزيدش معايا الشوكولاته، واما نيجي نقليها في الزيت تفك مني ويبقى شكلها مش حلو. هنعمل كده. عايزه السمك بتاعها ولا رفيع ولا تخين كده. تمام، ودي برضو هنعمل كده ونحط هنا في النص، في النص يا بنات مش على الحرف كده شوكولاته. ايه رايكم؟ سهله جدا. ونعمل ايه؟ نقفل عليها بالتانية كده، بس نقفل كويس جدا اهو. بصي مفيش اسهل من كده اهو. وهاجي بالكوبايه، انا هاخد كوبايه اكبر شويه عشان دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الكوبايه دي مناسبه جدا اهو، تمام جدا. بصي هحطها بقى هنا برضو واغطيها عشان هتخمر تاني، والزيادات دي مش هرميها، هخليها على جنب وهجمعها واكورها تاني واعمل منها برضو بقية الكمية. هعمل معاكم واحدة تاني وبعد كده هعمل الكمية كلها ونقليهم في الزيت ونشوف شكلهم ولا طعمهم بيبقى حكاية اهو. حاولي ما تكتريش الشوكولاتة عشان كل ما كترت هتسيح منك واحنا بنقليها وهتبقى شكلها مش حلو خالص وهنبوظ كل اللي احنا عملناه اهو. بس اهم حاجة نقفل الحروف كويس جدا، وكمان الكوباية بتساعدنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوباية بتساعدنا على اني هي تتقفل حلو جدا. ودي تاني واحدة معانا اهي. بصي الجمال. وما تنسوش هتعلى كمان اهو، ده بنجمعه على جنب كده وهنعمل منه تاني اهو. في بقى ناس بتعملها كور، انا جربت قصة يعني تاخدي واحدة بواحدة كده وتحشيها الشوكولاتة، بس هتحشيها طبعا شوكولاتة خام. ما عجبتنيش الصراحة. دي اكتر وصفة عجبتني وكانت طعم ولا بقى اما بتتعمل بتبقى روعة حلوة جدا. وهتعجب اولادك جدا وهتعجبك انتي كمان مع كوباية بقى نسكافيه او شاي بلبن، هتبقى حلوة جدا اهو. عملت معاكم 3 مرات اهو عشان تشوفوا الطريقة بالظبط اهي. هكمل بقى بقية الكمية وهوريكم لما نبتدي نقليها في الزيت وشكلها وهنزينها ازاي. خليكم معايا لاخر الفيديو. اهي الكمية اللي عملتها حلوة جدا، وطبعا مش هنحمر في طاسة، هحمر في حلة عادية
في زيت حلو كده عشان تنفش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وتديني نتيجة حلوة اهو. هتاخد 4 مستيقلي اهو اهو. هتعلى معانا. بصي الجمال، سهلة جدا مش بتاخد وقت ولا مجهود. ممكن بقى نزينها بسكر بودرة او بصوص شوكولاتة او بشوية سكر على شوية قرفة. خليكم معايا اهو لحد ما نشوف اول 4 هيبقوا عاملين ازاي، وبعد كده هخلص الكمية ونزينهم مع بعض. اهم يا بنات، اول 4 طلعوا معايا. بصي هشة وجميلة ازاي. لسه هنزينهم، بس اما اخلص بقية الكمية هرجع لكم نزينهم مع بعض. اهو يا بنات بعد ما اتعمل رهيب. بصوا الجمال والحلاوة. انا دول عملتهم ليا سكر بقرفة، تمام. دول بقى هزينهم بصوص الشوكولاتة اللي انا حاشية بيه، اتبقى معايا شوية هعملهم بيه واوريكم الشكل النهائي. ونفتح واحدة على ما ازينها تكون بردت، هفتحها واوريكم العجينة عاملة ازاي من جوه. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ تحفة جدا وسهل جدا والطعم روعة بجد. بصوا انا فتحت واحدة عشان هي سخنة. بصي من جوه، من جوه العجينة مليانة شوكولاتة وهشة وروعة روعة روعة بجد. بصي تفتحي بقى تلاقي الشوكولاتة كده سايحة في بقك، والطعم بجد عن تجربة في منتهى الجمال. بصي ده في اصلا شباب عندنا في المنطقة هنا في فيصل بيقفوا بعربيات مخصوصة بيعملوا فيها دونالدز بس. وبيطلع برضو حلو جدا بس غالي. انتي تقدري بمكونات بسيطة تقدري تعمليه لولادك وتفرحيهم. جربوه وان شاء الله يعجبكم. كنت معاكم منى امين. ما تنسوش اللايك والشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.